الحكم يضيف دقيقتين. ضربة حرة لمنتخب البرتغال على التنفيذ CR7 بذكريات مونديال روسي أمام منتخب إسبانيا، يحطها في الزاوية 90. حلقة جديدة وفيديو جديد، لايك واشتراك وهيا بنا انطلقنا. كيف سيحقق كريستيانو رونالدو كأس العالم 2026؟ إليكم بعض المشاكل التي ستلاحق كريستيانو في سنة 2026. سيكون عمر الأسطورة 41 سنة، موسم صفري آخر مع النصر، مشاكل مع جورجينا، وليونيل ميسي ختم كرة القدم، وسحق لامين يامال ومنتخب إسبانيا، وتوج بكأس الفيناليزما مع الأرجنتين، والطبيب مانع على الأسطورة المراوغة يا دون، كل شيء ضدك. تصفيات كأس العالم، البرتغال تلعب الملحق أمام منتخب السويد. تنطلق المباراة، فيكتور جوكريس يسجل الأول والثاني من ألكسندر إيزاك. كريستيانو يتعرض لصدمة، الواضح أن وقت الاعتزال قد اقترب. لحظة، كريستيانو يتحول لرونالدينيو ويراوغ الأول والثاني. مهلا، هل نسيت كلام الطبيب يا كريستيانو؟ لا توجد مشكلة، الهدف الأول للبرتغال عن طريق كريستيانو رونالدو. الدقيقة 90، عرضية من فيتينيا يحلق كريستيانو ويحط كرة برأسه، والهدف الثاني للبرتغال. القائد هنا موجود للدفاع عن قميص البرتغال. الحكم يضيف دقيقتين. ضربة حرة لمنتخب البرتغال على التنفيذ CR7 بذكريات مونديال روسي أمام منتخب إسبانيا، يحطها في الزاوية 90. وباي باي السويد، كريستيانو لا يرحم، هاتريك تاريخي آخر. البرتغال تتأهل رسميا إلى كأس العالم. القرعة تضع منتخب البرتغال مع كل من منتخب المغرب بذكريات رأسية يوسف نصيري في ربع النهائي، ومنتخب البرازيل ومنتخب فرنسا. أقوى مجموعة في المونديال، مجموعة الموت. ينطلق المونديال، البرتغال بقيادة كريستيانو